السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد زي ما انتم شايفين كده، سهل وبسيط وسريع. سندوتشات سوري، سندوتشات بطاطس. تمام، سندوتشات بطاطس سوري، يعني لا لحمة ولا فراخ ولا تكلفة عليكي ولا اي حاجة. شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي؟ يفتح النفس وتحفة وسهل وبسيط ووجبة كده مشبعة فعلا. تعال نشوف المقادير هنبدأها ازاي. يلا بينا، يلا بينا. زي ما انتم شايفين جبت كم بطاطس على حسب طبعا الافراد اللي انت يعني بتعملي كم فرد في البيت. انا طبعا انا وولادي وكده 6 افراد، فانا بعمل كم كبير من البطاطس. تمام، جبت البطاطس قشرتها بالمنظر ده عادي خالص كده، وبعد كده تقطعيها صوابع بقى بالتقطيعه اللي انت تحبيها، بس انا بقطعها صوابع وحطيت عليها معلقه خل ونقعتها في ميه. تمام، واسيبها كده على جنب. خلاص كده ايه، كده ظبطت البطاطس وظبطتها وحطت حبة ملح اهو، معلقة ملح، واسيبها على جنب كده لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني الخطوة الجاية. تمام، تسيبوها منقوعة على الأقل تلت ساعة. هنا بقى الأساسي في السندوتشات السوري هي التومية. التومية دي هي اللي بتخلي طعمها رائع. زي ما انتم شايفين كوباية مية حطيت عليها النشا اللي هو ما يعادل 3 معالق نشا. تمام، هندوب النشا كويس قوي قبل ما نحطه على النار، وبعد كده هناخد الكسرولة دي وهنجري بيها على النار على طول. بس لازم كنت ادوبه قبل النار على طول، وبعد كده هنا حطيته وفضلت اقلب اقلب زي ما انتم شايفين كده لحد ما القوام يتقل معاكي، من غير ما تحطي اي اضافات. الاضافات لسه هنحطها، بس هو لازم يبقى تقيل بالمنظر ده. تمام، هندفع عليه خلاص. وتعالي نشوف مكوناتنا اللي هنحطها ايه. هنا الاساسي مايونيز. المايونيز دي بيوديه في حتة تانية خالص. معلقتين مايونيز كده حلوين هيخلي طعمه تحفة، كأني جايبه هو بتاع بره بالظبط. معلقة ملح صغيرة ورشة بسيطة فلفل اسود، رشة بسيطة مش كتير قوي، يعني حاجة بصوا سنة. تمام، ونفضل نقلب كويس. بعد ما نقلب كده كويس كده كله مع بعضه، هنا هنجيب الهاند بلندر بتاعنا ونفضل نضرب بيه كويس. طبعا ما تنسيش الثوم وما تنسيش الزيت، سرسوب زيت كده، عايزين 4 معالق زيت وعايزين ثوم مهروس. تمام، ادي اهو الزيت اهو، شايفين نزلت بيه سرسوب زيت في حدود 4 معالق. حط كده على قد ما الخليط بس يمشي معاكي. تمام، ونحط نص معلقة ثوم مهروس. دي التومية هنعملها ونركنها على جنب كده، تبقى زي الفل. احلى تومية سوري ممكن تعمليها. صدقيني انا متعودة اعمل السندوتشات دي لاولادي لان دايما بيطلبوها مني، فدي على ضمانتي متعودة ان انا اعملها دايما. هتعجبك جدا. ضربت فيها خطوة الضرب دي مهمة، ان انت تضربيها كويس عشان كله يمتزج في بعضه. تمام، انا دقت طعمها كده لقيت طعمها تحفة، فبقول لكم تمام. يعني انا خلاص لقيتها مظبوطه، كل حاجه مظبوطه، بتبقى لا محتاجه ملح منك ولا محتاجه اي حاجه. امشي بس على المقادير هتلاقيها اتظبطت معاكي وبقت زي الفل. بصوا قوامها كريمي ازاي، بصوا شكلها وغير طعمها كمان. لما تعملوها وهتجربوها هتعرفوا ان هي قد ايه جميله. هنا بقى البطاطس خلاص انا بقى لي كم كبير، فجبت الطاسه الكبيره بتاعتي وحطيت فيها الزيت، واشتغلت بقى الطاسه ايه اقلي فيها. انا حطيت البطاطس على دفعتين لاني كنت عامله كتير، كنت عامله في حدود كيلو ونص بطاطس، لان كم السندوتشات كتير زي ما قلت لكم على حسب الافراد انت هتعملي. فلو انت افراد قليله اعملي بقى ايه مقدار قليل، ده اكيد يعني ما تعمليش كم كبير. البطاطس لازم تكون في مرحله، بصوا السوا كده، بصوا عامله ازاي، اللي هي المرحله اللي هي بتبقى مقرقشه شويه كده، يعني بصوا اهو مش كده كانها استوت كده بالظبط. استوت كده وبقت جميله وبقت قمر زي ما انتوا شايفين. خلاص بقى كل البطاطس بتاعتنا خلصت اهي. تمام،
هنيجي نشوف الخطوة اللي بعدها، سهلة جدا. ده كم البطاطس بتاعنا زي ما انتوا شايفين، يكفي بلد. يلا هنشوف ايه الخطوة اللي بعدها. اول اساس الخيار المخلل زي ما انتوا شايفين كده، بطرمان خيار لذيذ جميل، شكله كده وحده يفتح النفس. سيبكوا انتوا بقى. المهم خدت خدت الخيار. هتاخدي الخيار ده وهتقطعيه كويس. ده العيش السوري انا بجيبه جاهز من بره، لو حابه تعملي في البيت براحتك، بس انا بجيبه جاهز من بره، ما عنديش وقت ان انا كمان اقف اعمل العيش السوري. انا بجيب في حدود 10، يعني ب10 جنيه أو 11 جنيه حاجة زي كده تقريبا، يعني بيديك الكيس أو يديك اللفة واللفة بتبقى فيها 10 وحدات أو 11 وحدة. تمام. هنا هنبدأ نحط زي ما انتوا شايفين. بصوا هنمسك العيش السوري، هنتني ربعه زي ما انتوا شايفين، ونروح حاطين. بصوا كده هنحط معلقتين من التومية اللي احنا عملناها. تمام. وبعدين هنحط ايه بعد كده؟ هنحط الخيار بتاعنا المخلل. بصوا انا مقطعاه ازاي كده، قطعيه شرايح كده، ده اساسي في السندوتشات. وبعد كده تحطي البطاطس دي يا جماعه في المطاعم والمحلات والله بيقفوا على طوابير، اقسم بالله. انا في واحد قدامي كده يعني في محل كده، وجنبي سنتر بتاع شباب يعني اولاد يعني في ثانوي بياخدوا دروس، اقسم بالله بلاقي عليه طوابير. سندوتشات البطاطس السوري دي معروفه في الجامعات والطلبه ثانوي، مفيش حد ما بياكلش البطاطس السوري، معروف. شايفين الكم قد ايه كده؟ لفتهم كلهم. انا حبيت اوريكي بقى انا لفيته ازاي. في الاول اللفه زي ما قلت لك كده بالظبط، وتلفيه باللفه دي وتبرميه كده تلاقيه حلو كده قوي. بصي بقى هنا بقى نقطه زيت مش كتير، نقطه زيت. تحطي كده السندوتشات بتاعتك. واهم خطوه ما تحطيش السندوتشات كده وتسيبيها، لا احنا لازم نبصمها. هتبصميها ازاي؟ هتجيبي غطا حله، ما لازم تتصرفي بقى. ايه الجيش قال لك اتصرفي؟ اتصرفي بقى مفيش فايده. جبت غطا الحله. هي المفروض حاجه تقيله عشان ندوس عليه قوي. المطاعم بيبقى عندهم حاجه كده، مكنه كده او حاجه تقيله كده بيدوس عليه على السندوتشات. انا بقى ما عنديش، عندي غطا فحلو على قد ايدي، فاشتغلت دوست عليهم كويس قوي عشان ابصم السندوتشات حتى هشوف منظرها وشكلها. لو ما فيش عندك جريل، عشان نسيت، ما فيش عندك جريل، اي طاسه تيفال هتقوم بالواجب. اي طاسه عندك هتقوم بالواجب، اي صينيه هتقوم بالواجب، عشان بس ما يبقالكيش حجه. وجبة حلوة ووجبة خفيفة والله. ولازم يعني أنا مش عارفة أشكر فيها، بس هي فعلا تتعمل في البيت، سهلة جدا ومش صعبة عليكي، مكونات بسيطة قوي ومش هتاخد منك حاجة، زيها زي أي سندوتشات. دي الحاجات دي بتبقى واقعة كده في الجريل فعادي. تمام. بصوا الشكل كده بعد ما أحمروا يمين وشمال كده خلصتهم. رجعت أحط تاني. طول ما انت الطاسه شغاله على النار، طول ما انت هتحطي البصام لازم تجهزي السندوتشات كلها مره واحده وتحطيها كلها. بعد كده تخلصي الكم كله مره واحده. انا بطلع الاكل على طول مره واحده، مش بطلع واقول لهم استنوا لحد لما اعمل الباقي. لا 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 لا، وعلى ايه وانت واقفه طول ما النار شغاله. بصي ما بياخدش وقت، هتقلبي يمين وشمال هتلاقيه ظبط وبقي زي الفل. هنا الكم كله خلص خلاص اهو. تمام. وده الشكل النهائي. ايه رأيكم؟ يفتح النفس، حاجة حلوة وخفيفة ولذيذة ومشبعة، وتغيير من اللحوم والفراخ والحاجات دي. يا ريت تعملوها وتجربوها وتقولي لي رأيكم. ما تنسونيش في الكومنتات تكتبوا لي والتعليقات، وما ما تنسوش في اللايك والشير. طبعا زي ما انتوا شايفين كده لازم نزوق الطبق بتاعنا، ولازم تعملي جنبيه بقى حاجات كده. عندك مخلل حطي، عندك جزر، خيار، زي ما انتوا شايفين. لازم الاكل يحلو كده بحاجات كده، سناكس كده جنبه كده حلو زي ما انتوا شايفين كده. انا بقطم فيه كده وباكل، بقول لكم الله يا سلام لو تيجوا تدوقوا معايا. طعمه حلو. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.